السلام عليكم ورحمة الله متتبعين الطباخة السوسية. ندوز المقادير. عندي الدجاج اللي قطعته شرائح، غادي نديروه في واحد البول وغندير عليه ياغورت طبيعي، وغادي ندير عليه كذلك معلقة كبيرة من توابل الشاورما، معلقة صغيرة من التحميرة، معلقة صغيرة من سكنجبير، معلقة صغيرة من خرقوم عرق، وقليل من الإبزار، رأس معلقة صغيرة. عندي كذلك الحامض، غادي نعصر معلقة كبيرة، وغادي نخلط الكل جيدا بهذا الشكل. وغادي نضيف 2 معالق كبار من زيت الزيتون، وغادي نخلط الدجاج جيدا حتى يدخلوا ليه جميع التوابل اللي ضفت ليه، وغادي نغطيه بسلوفان وغادي نخليه تقريبا ساعة ديال الوقت وغادي ناخذ واحد المقلاة ما غادي نضيف فيها لا زيت ولا حتى شي حاجة، وغادي نضيف فيها هاد الدجاج وغادي نغطيه وغادي نخليه ها هو كيطيب وطلق لينا ديك المويهة ديالو بدون زيت، وغادي نخليه يطيب. وغادي ندوز نوجد معكم الاشياء المرافقة باش نصايبو الشاورما. عندي الخس اللي غسلته، غادي نقرضو بهذا الشكل رقيق، وغادي نقطع كذلك مطيشة أي طماطم شرائح رقيقة جدا باش نضيفها في الداخل ديال الساندويتش ديال الشاورما. عفوا لأن الصوت ديالي شوية ضربني البرد. وغادي نقطع كذلك البصلة شرائح رقيقة، وندوزو اللاصوص اللي كذلك غادي نديرو في هاد الشاورما. عندي ياغورت طبيعي، معلقة كبيرة من المايونيز، معلقة كبيرة من كاتشوب، وغادي نخلط الكل جيدا حتى يندمجوا بهذا الشكل. وغادي نزيد القليل من الملح، كذلك رأس معلقة من الإبزار، وغادي نخلط لاصوص. إلا بغيتو تزيدوا الكورنيشو مقطع صغير يمكن لكم، أو تزيدوا الثومة وطحنوها. هذه الشاورما من بعد ما طابت طفيت عليها، وغادي ندوز نعمر معكم ساندويتش الشاورما. غادي نضيف لاصوص وغادي نضيف الخس في الأول، وكذلك مطيشة مقطعة شرائح رقيقة، كذلك البصلة بهذا الشكل. وغادي نضيف الدجاج أي الشاورما اللي طيبناه، فهي كتجي رائعة جدا وكطيب وكتوجد بكل سهولة. كنتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم وتشاركوه مع أحبابكم وصحابكم عبر المواقع التواصل الاجتماعي فضلا وليس أمرا. الله يجزيكم بخير لكي تعم الفائدة ويصلكم كل جديد في القناة. تابوناو معنا في القناة. غادي نستمر بنفس الكيفية، غادي ندهن لاصوص وندير طماطم أي مطيشة والبصلة والكورنيشو اللي قطعته كذلك شرائح رقيقة بهذا الشكل. وغادي نضيف كذلك الدجاج، وغادي نضيف قليل من الصوص من الفوق، وغادي نجمع الشاورما بهذا الشكل. كاين لكم تجمعوها بأي شكل كتفضلوه كيجيكم سهل بهذا الشكل، فهو سيجي رائع جدا. شاورما سهلة، شاورما في البيت بكل سهولة.
غنستمر بنفس الكيفية حتى نكمل. من بعد ما كملت كل الكمية اللي عندي، خديت واحد المقلاة كما يمكن لكم ديروا في البريصة. انا تنفضل المقلاة واخا عندي البريصة. غادي نحمر جميع السندويشات اللي عندي ديال الشاورما على هذا الشكل، غادي نقلبهم على جميع الجوانب باش يتحمروا. فهاد الشيء علاش انا كنفضل المقلاة، حيت كنحمروا من جميع الجوانب. البريصة فقط كتحمروا من الفوق. فهو هذا الشكل ديالو من بعد ما وجد كيجي رائع جدا. نتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. هذا هو الشكل ديال الشاورما، فهي كتجي رائعة. جربوا الوصفة وشاركوها مع احبابكم وصحابكم. الله يجازيكم بخير على المشاهدة. جميع المقادير غتلقاوها في صندوق الوصف. نتمنى توصلوا الفيديو العدد من اللايكات، لما لا توصلوه 1000 لايك، وتابوناو معنا في القناة. الله يجازيكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى فيديو قادم إن شاء الله.